حبايب قلب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا طالع بقى في الفيديو ده ام يوسف بقى. طبعا احنا عندنا بقى الطفل بقى يوسف يعني. فهي اليومين دولت مشغوله بيه كده يعني، بما انه لسه طفل وبيعيط كتير فيعني هي مشغوله بيه اليومين دول. طيب ايه اللي انا طالع بقى اعمله؟ انا قلت لاختي تيجي تصورني عشان انا هستف الركنه. زي ما سمعتوا كده انا هستف الركنه ان شاء الله. طيب ام يوسف طبعا ستفت الشقه كلها وقامت قايله ايه، انا هسيب الركن لحد ما يوسف يسكت وكده وهستف. اختي طبعا قالت لي انا هستفها هاني، قلت لها لا، سيب المهمه ديت عليا انا. فانا يا جماعه هستف الركنه دلوقتي ويا رب تستفوا يعجبكم. خليكم بقى معايا. اولا دي المرتبه بتاعت الكنبه النهين بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. تقريبا بتاعت الكنبه ديت. ايوه كده تمام، حاجه كويسه كده. يبقى احنا كده ايه عملنا اول مرتبه. هنيجي بقى للمرتبه التانيه ديت هتكون مكانها مثلا هنا. تمام كده، احنا كده ايه لحد دلوقتي ماشيين صح. طبعا يا جماعه مش عيب ان الواحد يساعد مراته، يعني دي بتبقى رجوله منك، والمواقف ديت ما بتتنساش. يعني كفايه بس هي لما تشوف كده الحاجه ديت وتشوفك يعني واقف جنبها كده وبتساعدها، اكيد ده حاجه هتبسطها وهتفرحها. اللي انت تبقى جنب مراتك كده وقت الشده، ومش عيب انك تستف، ومش عيب انك تساعدها في اي حاجه يعني، وخصوصا لو هي مشغوله او تعبانه، فمش عيب خالص يعني. انا شخص كفيف اهوت وبعمل يعني عادي يعني. طب احنا دلوقتي ايه عملنا الكنبه اهوت، نتاكد بس كده ان الكنب مظبوط كده. تمام كده. طبعا بقى انا بقول لك ام يوسف كده يعني ايه، ربنا يخليكي ليا يا رب ويبارك لي فيكي. طبعا يا جماعه ما تعرفش ده هتبقى مفاجاه يعني بالنسبه لها. نبدا بقى اللي احنا ايه، نحط بقى المساند. فين المساند؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحط بقى ايه، هو كل كنبه بيبقى عليها 3 مساند، يعني على حسب ما كنت بشوف ام يوسف بتعمل يعني. كده تمام. يا رب اكون بستف صح. بس قولوا لي يا جماعه لو كنت بستف صح، يا جماعه عرفوني كده. والمسند ده كمان. اهم حاجه الترتيب، اهم حاجه الترتيب كده والتنظيم. يبقى احنا كده عملنا 3 مساند على الكنبه الاولانيه. نيجي بقى على الكنبه الثانيه اللي في النص ديت، ونبدا اللي احنا نحط المساند. تمام كده. والله يا ام يوسف يعني على قد ما بقدر انا بعمل، ويا رب ارد لك يعني اي حاجه، ولو حاجه بسيطه يعني من اللي انت بتعملها معايا، وقفتك جنبي في كل حاجه. طبعا يا جماعه هي هتتفاجئ. يا رب اكون برتب صح، بس يعني ان شاء الله اكون برتب صح يعني على قد كده. دولت بقى ايه اخر 3 مساند، هنحطهم بقى ايه على الكنبه الاخيره. بسم الله. تمام كده. تمام كده. لا ما شاء الله عليا. والله بقى ايه على قدنا. تمام. طب احنا دلوقتي بعد ما حطينا المراتب بقى على الركنه، وبعد ما حطينا المساند هنعمل ايه بقى؟ نبدا بقى اللي احنا نجيب الترابيزه عشان نحطها ايه في النص كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الترابيزه اهيت. نبدا اللي احنا بقى الترابيزه لها عجل طبعا، هنمشيها كده بقى. بسم الله.
هشوف بقى يا جماعه الترابيزه جايه في النص ولا لا. لا، نبدا ان احنا نظبطها في النص. متهيألي كده تمام، على ما اعتقد كده الترابيزه تمام. اكيد انتوا شايفين يا جماعه بقى كده معايا، كده اكيد الترابيزه تمام. لو مظبوطه عرفونا، بس انا كده باحساسي حاسس ان كل حاجه مظبوطه. نبدا بقى ان احنا نجيب المفرش اللي هو بتاع الترابيزه، ونبدا ان احنا نفرشه مع بعض. انا يا جماعه بس بثبت لكم ان الكفيف ده زيه زي المبصر، يعني مفيش اي فرق. الخرز ده بيبقى فوق. فين الخرز؟ تمام كده، كده الخرز بيبقى فوق. نظبط المفرش كده على الترابيزه عشان ايه يبقى مساوي من كل ناحيه. تمام كده، كده اعتقد ان هو تمام. نبدا بقى ان احنا ندور على فازة الورد بقى عشان نحطها ايه على الترابيزه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اهي، ديت فازة الورد اهيت. وابدا ان انا احط الفازة كده على الترابيزه. تمام كده في النص اهيت. وابدا بقى ان انا اجيب المروحه عشان ايه ادخلها جوه في مكانها. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. المروحه بقى مكانها فين؟ عند الكنبه اللي هنا كده، اللي عند اللي عند باب البلكونه. وابدا كمان اللي انا احط الفيشه قدامكم عشان تعرفوا برضو الكفيف يعني ايه بيحط الفيشه عادي خالص برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. والفيشه اتحطت والمروحه اشتغلت. تمام. وبكده يبقى انا كده رتبت الركنه وخلصت كل حاجه. قولوا لي بقى يا جماعه رايكم ايه؟ لا بس كمان في حاجه لسه انا ما عملتهاش، اللي هي الستاره. افتكرتها دلوقتي معلش. لازم اللي انا اظبطها كده عشان ما تبقاش مفروده قوي على الكنبه. بس كده تمام. قولوا لي بقى يا جماعه رايكم ايه؟ اكيد طبعا رايكم يهمني. ايه رايكم في الترتيبه ديت؟ ورايكم في الترابيزه وفي الركنه وفي المساند؟ يعني ايه رايكم فيها كده؟ ويا جماعه في اخر الفيديو انا بنصح اي حد يساعد مراته، مش عيبه. لما يلاقيها في وقت مثلا شده، مزنوقه في حاجه مثلا او مشغوله، لا ساعدها. دي رجوله منك. الموقف ده حلو جدا جدا ومش هتنساه لك طول عمرها، وهتبقى جنبك وهتفتكر لك الحلو كله. فانا بنصح اي واحد يعمل كده عادي. ودي كان نهايه الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنساش بقى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. يلا سلام عليكم.